اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا ريتنا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النهارده هنجيبه فراخ الشهر كله ب270 جنيه. هسمي الله وهخش في الفيديو. النهارده معايا الفكرة ان احنا نجيبه الفراخ بتاعة الشهر كله ونقسموها 270 جنيه. طبعا الحاجة غالية زي ما انتوا عارفين، فاحنا هنحاولوا برضو ان احنا يعني ايه نمشي امورنا. اول حاجة هجيب 3 فرخات، يعني لو الفرخة حدود 2 كيلو، يعني لو الواحدة ب90 هيبقوا التلاتة عاملين 270. انا حطولك لو الكيلو هنا ب45 240 عندكم بقى. شوف انت الكيلو عندك بكام، هتجيبي فرخة 2 كيلو، يعني هتبقى في حدود 90 جنيه. هتجيبي 3 ب270 جنيه. طيب ال3 فرخات دول هنعملهم منهم ازاي اكلات؟ هقول لكم دلوقتي. اول حاجة ال3 فرخات دي فيها 6 وراك و6 صدور، يبقى 3 الفرخات عندي بيعملوا 6 وراك و6 صدور، وبيبقى فيها كبد وقوانص واجنحة ورقابي والحاجات دي. يعني اول حاجة ال6 اوراك، عندي ال6 اوراك هنا هقسمهم على 2. 6 اوراك لو قسمتهم على 2 هيدوني 12 قطعة، في اللي هي الدبابيس والجزء التاني من الورك. هعملهم على 2. هعمل الوراك على وجبتين. ممكن اعمل اول وجبة اخد الدبابيس واعملها مثلا كنتاكي. تاني وجبة ممكن اعملها في صينية بقية الوراك، يعني في صينية بطاطس في الفرن. طبعا التقسيمة دي لو انتي 6 افراد، يعني التقسيمة دي لأسرة كبيرة لو انتي 6 افراد. طيب ال6 صدور هيعملوا 6 وجبات. هعمل في كل وجبة صدر واحد. هيكفي؟ والله ان شاء الله هيكفي. وانا عاملة وجبات بصدور الفرخة في القناة وكمية ما شاء الله حلوة قوي. هنا عندي بقى الاجنحه والكبد والقوانص الحاجات دي هيعملوا لي وجبه واحده. طب احنا دلوقتي هنشوفوا ال3 فرخات دول هيعملوا لي كام وجبه. اول حاجه عندي الوراك. اول وجبه عندي هعملها ممكن اخد الدبابيس واعمل كنتاكي، او ممكن تسلقيهم وتعملي ملوخيه ورز وشوربه. انا بقولك افكار وانت ممكن تعملي اللي انت عايزاه. تاني وجبة عندي من بقية الأوركة، احنا نقسمها على 2، هيبقى عندي 12 دبابيس وبقية الورك. الدبابيس قلنا هنعملهم كنتاكي. التانيين بقية الأوركة التانية نعمله صينية بطاطس بالفراخ، بتبقى حلوة قوي برضو. يبقى أنا عندي وجبتين. عندي تالت بقى الصدور هيعملوا قلنا 6 وجبات. تالت بقى وجبة عندي هاخد صدر كده وهعمله صينية مكرونة نجرسكو. طبعا صينية المكرونة نجرسكو من الصدر هيكفي ان شاء الله. انا في كذا طريقة للنجرسكو. في واحدة اللي انتي بتعمليه مثلا بتسلقي عادي الصدر او الصدر بتاعك، وبعد كده بتخليه، يعني بعد ما تسلقيه وكده من العظم، وبتعمليه زي الشاورما كده ببصل وفلفل اسود وفلفل اخضر. وفي طريقه تانية اللي انت بتقطعيها تقطيعه الشاورما وهو ني، وبرده بتعمليه زي الشاورما بالظبط، وبتحطيه بقى على المكرونه وتعملي حبه بشاميل. بتبقى وجبه حلوه قوي، وبتعملي مخلل. عندي هنا بقى رابع وجبه هنعمله همبرجر. الهمبرجر الاقتصادي بالفوق الصويا بيبقى حلو قوي يا جماعه، وموفر، بيبقى طعمه حلو قوي. خامس وجبة هنعمله كفتة البانيه. هنجيبه كفتة البانيه اللي انا بجيب الصدر واحط بصلتين كده كبار بقى، فلفل اسود وبهارات، وبعملها كده بكورها وبحطها في البيت، وبعد كده بنزلها في الفيجيتار وبقليها، بتبقى حلوة قوي. سادس وجبة هنعمله اللي هي كرات الفراخ بالصلصة. دي برضو حلوة، بتحط لها زي كفتة داوود باشا بالظبط. انا عاملة الحاجات دي كلها قناة، خشي وهتشوفيها لو انت عايزة اي وصفة فيها هتلاقيها. ومش لازم تعملي الحاجات دي، يعني انت ممكن افكار تعملي حاجات، لو انت عندك حاجات تانية تعمليها. انا بديكي بس فكرة. فقلنا دي بناخده بقى برضو الصدر الفرخة بنخلوه ونحط له بقى بقدونس وكزبرة وملح وفلفل اسود وبهارات وبصلتين كبار. بيزود طبعا الكمية ومبيبانش. وبضربهم في الكبة وبعملهم كور، وبعمل تسبيكة كده بالثوم والبصلة، وبنزل فيها بقى تسبيكة بقى بالطماطم وكده، وبنزل فيها الكرات، وبعمل حبة رز ابيض. بيبقى وجبة برضو حلوة. سابع وجبة عندي نعمله بانيه اطياب، لاني مش هينفع نعمله بانيه عادي، لان الصدر الواحد مش هيكفي واحنا 6 افراد. هاخد ده الصدر بتاع الفرخة وهخليه برضو، هعمله بانيه اطياب، بيبقى حلو قوي وموفر. 8 هعمل بقى الصدر ده شاورما. اعمله اي بقى وجبة عندي، او فتة شاورما، اي حاجة. طبعا الشاورما برضو لما بتخلي الصدور وتقطعيها صغير، بتحطي بقى بصل وطماطم وفلفل، الكمية ما شاء الله
بالزيت. طبعا دي انا افكار انا قايلها لك، انت ممكن تعملي اي حاجه تانية. يبقى احنا لحد دلوقتي عندنا 8 وجبات. الوجبه بقى الاخيره اللي هي بقى هلم الاجنحه والكبد والقوانص والحاجات بتاعت الفراخ، هعملها في صينيه كده في الفرن بالبصل بقى والفلفل والملح، تبقى طعمها تحفه. واعمل حبه مكرونه حبه رز، تبقى حلوه قوي. طبعا الوجبات دي على أسرة 6 أفراد. لو انتي 4 أو 3 طبعا تعملي وجبات أكتر، ممكن تعملي 10 11 وجبة، لكن اللي هي احنا التقسيمة دي على أسرة 6 أفراد. ولو انتي برضو ما بتحبيش ان انتي تقسمي مثلا الوراك أو حاجة، ممكن تعملي بس الوراك دي كلها على وجبة واحدة، يعني بدل ما تعمليها وجبتين تعمليها مرة، تسلقيها تعمليها شوربة، تشويها تعمليها كنتاكي، تعمليها صينية بطاطس، براحتك. كده هتعملي 8 وجبات بدل 9. انا بقولك افكار وانتي طبعا ليكي ايه حرية الرأي. فاحنا بنحبه بس اللي احنا في الغلا الدنيا غالية قوي والله يا جماعة. فانتي برضو حلو لو مشيتي نفسك برضو 9 وجبات في الشهر فراخ، حلو يعني. فالفكرة دي انا قلت برضو افيدكم بيها. بس ما تنسوش تحطوا لايك، انا زعلانه منكم يا جماعه. الاول بشكركم على الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي، واي حد بيكتب لي تعليق، بس زعلانه منكم ان انتوا بتنسوا تحطوا اللايك. انا بفكركم اهو ان انتوا تحطوا اللايك عشان في ناس تانية تستفاد يعني، والقناه كمان تكبر. فانا النهارده كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك، ولو انت جديده تنوريني وتشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.